لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك، عليك أولا أن تمسح ذنوبك، وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك، 3 فرص في الحياة الدنيا، و3 فرص في حياة القبر، و3 فرص في الحياة الآخرة. هذه 9 فرص، بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله. في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة، الفرصة الثانية المصائب، الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات. في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة، الفرصة الثانية الحسنات الجارية، الفرصة الثالثة شدة القبر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد يشدد الله تعالى على العبد في قبره لكي يخفف عنه يوم القيامة، ونحن لا نريد أن نصل إلى مرحلة نحتاج إلى أن يصيبنا شيء من هذه الشدة في القبر. من باب الوقاية خير من العلاج. يوجد شيئان يتسببان في ثلثي عذاب القبر، إذا تخلصت منهما فقد تخلصت من أغلب عذاب القبر بإذن الله تعالى. الشيء الأول هو الغيبة، وليست المشكلة أننا نغتاب، المشكلة أننا قد لا نعرف الغيبة. كثير من الناس يغتاب ويظن أنه لا يغتاب، فمثلا ينتقد شخصا غير موجود، وإذا نصحته بالتوقف قال لك أنا لم أكذب عليه، هو فعلا فيه هذه الصفات. هذا لم يعرف الغيبة. الغيبة ليست أن تتكلم عن الشخص بكلام مكذوب عليه، الغيبة هي أن تنتقد شخصا غير موجود بأشياء هي فعلا موجودة فيه. أما إذا كانت هذه الانتقادات غير صحيحة فهذه مرتبة أشد من الغيبة، هذه تسمى البهتان، ونحن لا نتكلم عن البهتان، نحن نتكلم عن الغيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بعضهم يجلس ربع ساعة، نصف ساعة، يغتاب صديقا أو لاعبا أو أحد المعروفين في البلد، ثم إذا انتفخ بطنه منه انتقل إلى الآخر، وهكذا حتى يرجع إلى بيته ويظن أن قبره سيكون سليما في النهاية. لا، الموضوع ليس بهذه البساطة. أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر يعذب صاحبه، فقال: إن هذا كان يأكل لحوم الناس. وبعض الناس يتكلم عن شخص في غيابه، فإذا قيل له هذه غيبة قال: أنا أقولها له في وجهه. كونك تقولها له في وجهه لا يحول الغيبة من حرام إلى حلال. إذا كنت قد قلتها في وجهه فقد نصحته والحمد لله، فما الفائدة أن تقولها الآن من خلفه؟ أنا والله قد قرأت حديثا مرعبا جعلني دائما أفكر مرتين قبل أن أتكلم في أي أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أعوذ بالله. طيب ماذا عنك أنت؟ إذا اغتابوك ماذا ستستفيد؟ أنت ستستفيد، إنك ستأخذ من حسنات الذي اغتابك بحسب كمية الغيبة، فإذا اغتابك أكثر أخذت من حسناته أكثر. فمسكين هذا الذي اغتابك، والله مسكين، إنه يبقى في المجلس يتحدث ويعصر الناس من هذا إلى هذا، وهو في الحقيقة إنما يعصر نفسه من الحسنات ويرسلها إليهم. وحتى إذا انتهت حسناته وبقي من يطالبه شيئا من الغيبة فإن الأمر لم ينتهي. إن الذين اغتابهم سيعطونه من سيئاتهم إذا لم يجدوا عنده حسنات ليأخذوها. لهذا لما قال رجل للفضيل بن عياض: إن فلانا يغتابني، قال: قد جلب لك الخير جلبا، يعني كأنه يقول له: هنيئا لك، افرح. قال عبد الرحمن مهدي: لولا أني أكره أن يعصى الله في الأرض لتمنيت ألا يبقى أحد إلا واغتابني. يقول: وأي شيء أهنأ لك من حسنة تجدها في صحيفتك يوم القيامة وأنت لم تحسب لها حسابا. أنا والله يستغرب من الذين يجلسون طوال الليل يوزعون حسناتهم الذين تعبوا في جمعها بالنهار، منذ أن جلس في المجلس وهو يهدي فلان من حسناته ويعطي فلان من عباداته، كريم في حسناته كريم. روي أن رجلا اغتاب الحسن رحمه الله، فبعث الحسن إليه بهدية وقال له:
قد بلغني أنك أهديتني من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها. ويقول عبد الله مبارك: لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أمي وأبي لأنهما أحق الناس بحسناتي. سبحان الله، انظروا كيف يفكرون. قد يقول قائل: لقد اغتبت أشخاصا فيما سبق، فماذا أفعل الآن؟ هل أذهب وأخبرهم لكي يسامحوني؟ لا لا لا، يوجد حل آخر. سنذكر الحل بعد أن نتخلص من الثلث الثاني، وهو أشد من الغيبة. إنه النميمة، والنميمة تختلف عن الغيبة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس، مثلا أن يقول لشخص معين إن فلان قال عنك كذا وكذا، أو أن الجماعة الفلانية يتكلمون عنك في غيابك، أو فلان لا يحبك. هذه النميمة. والفرق بينها وبين الغيبة أن الغيبة هي كلامك السلبي عن شخص غير موجود، أما النميمة فهي أن ينقل إنسان كلامك هذا إلى الشخص الذي اغتبته، فإذا ذهب وأخبره أنك تقول عنه كذا وكذا فقد وقع هذا الإنسان بالنميمة. وقد مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة. أعوذ بالله. باختصار، أنت في الغيبة والنميمة أحد أشخاص ثلاثة لا رابع لهم. في الغيبة إما أن تكون المغتاب، وأرجو أن لا تكون هو لأنه أشد الثلاثة، وإما أن تكون الشخص الذي اغتابوه فهنيئا لك، فأنت أسعد الثلاثة، ستصل إليك حسنات غالية بلا تعب. وإما أن تكون الشخص الذي يستمع إلى الغيبة، فإن كنت هذا الثالث فأنت الآن أمام مهمة إذا نجحت فيها ستحصل على جائزة عبارة عن حاجز بينك وبين النار يوم القيامة. المهمة هي أن تدافع عن أخيك ولا تسمح لأحد بأن يغتابه. فقل لهذا الإنسان: لو سمحت، الشخص غير موجود ولا نريد أن نتكلم عن أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه كان له حجاب من النار، والحديث صحيح. وأنت أيضا في النميمة أحد أشخاص ثلاثة: إما أن تكون النمام، وأنا أستبعد ذلك، يعني أنت أخي الكريم وأنت أيضا أختي الكريمة، أرفع من هذا إن شاء الله. وإما أن تكون أنت الشخص الذي نموا عليه، يعني نقلوا كلامه، فهذا يحتمل احتمالين: إما أن يكونوا قد افتروا عليك بأنك قلت هذا الكلام وأنت لم تقله، فهنيئا لك أيضا كل هذه الحسنات التي ستحصدها منهم. أما الاحتمال الثاني أن تكون فعلا قلت هذا الكلام، فعليك أن تتوب من الغيبة، ولكن هذا طبعا لا يبرر لهم ما فعلوه من نقل الكلام إلى الشخص الذي تكلمت عنه، وعلى هذا فعليهم هم أيضا أن يتوبوا من تلك النميمة. أما الشخص الثالث فهو الذي نقلوا إليه النميمة، فإن كنت ذلك الشخص فأنت الآن قد تعرضت لهجوم، وعليك أن تحافظ على ثلاثة أشياء. أولا، حافظ على قلبك، فإياك أن يتغير على الشخص الذي قالوا لك أنه تكلم عليك، بل لا يجوز أن تصدق هذا النمام، لأن شهادته مردودة وغير مقبولة حتى في القضاء، لأن النميمة كبيرة من الكبائر وهي تسقط عدالة الشاهد. ثانيا، حافظ على سمعك، فلا تسترسل بسماع هذه النميمة، بل أوقف هذا النمام عند حده، فلولا أنه وجد آذانا صاغية لما استطاع أن يقوم بجريمة النميمة كاملة، لكن المشكلة أننا نسمع له، فإذا هو سيتكلم. ثالثا، حافظ على لسانك، فلا تنقل هذه النميمة فتقول للشخص ثالث إن فلان تكلم عني وقال في كذا وكذا، لكي لا تصبح أنت أيضا جزءا من هذه النميمة. جاء رجل إلى أحد العلماء فقال له: إن فلان يقول عن كذا وكذا. فقال العالم: أتريد أن توقع بيني وبين أخي؟ والله لأغيظن الشيطان الذي أمرك بهذه النميمة، لأغيظنه، اللهم اغفر لي ولأخي. ولا تطمئن لهذا النمام، فالعلماء يقولون: من نم لك نم عليك، ومن أخبرك بشتم أخيك لك فالذي أخبرك هو الذي شتمك في الحقيقة، لأن السهم الذي خرج من أخيك وقع على الأرض ولم يصبك ولم تعلم به، فجاء هذا النمام فأخذ السهم من الأرض ووضعه في قلبك. قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. يروى
أن رجلا في السابق باع عبدا وقال للمشتري ما فيه عيب إلا النميمة، فاستصغرها المشتري وقال قد رضيت فاشتراه. فمكث الغلام أياما ثم قال لزوجة مولاه، لزوجة هذا اللي اشتراه: إن سيدي لا يحبك وهو يريد الزواج عليك، فخذي موس واحلقي من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبك. ثم ذهب للزوج فقال له: إن امرأتك اتخذت حبيبا وتريد أن تقتلك الليلة، فتصنع النوم كأنك نائم حتى تتأكد من كلامي. فعلا الزوج تناوم لها، فجاءت المرأة بالموس فظن أنها تريد قتله فقام إليها فقتلها. فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج، وتعارك أهل الزوج مع أهل الزوجة، ووقع القتال بين قبيلتين من قبائل المسلمين، والله المستعان. قد يقول قائل: أنا وقعت في السابق بالغيبة والنميمة، ما هو الحل؟ هل أذهب إلى الذين تكلمت عنهم فأطلب منهم الحل وأن يسامحوني؟ الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أنك لا تخبرهم، لأن هذا سيجعل غلا في قلوبهم اتجاهك، وقد حرمت الغيبة والنميمة بسبب الغل والشحناء الذي تحدثه في قلوب المسلمين، فكيف تزيد أنت هذه الشحناء بإخبارهم؟ لا تفعل ذلك. قد يقول قائل: ماذا عن حسناتي؟ أخشى أن يأخذوا من حسناتي يوم القيامة مقابل الغيبة والنميمة التي وقعت مني. لا تخف، يوجد حل ذكره العلماء. الحل هو أن تدعو لمن اغتبته في ظهر الغيب بمقدار الغيبة والنميمة، لكي يصل إليه من الحسنات ما يساوي المقدار الذي كان سيأخذه منك يوم القيامة، فتكون قد كافأته ونجوت أنت بحسناتك. أصلا سيكون هناك ملك من الملائكة يؤمن على دعائك فيقول آمين ولك بمثل، أي أنك ستحصل على نفس الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحاول أيضا أن تمدح هذا الشخص الذي اغتبته بما هو فيه على الحقيقة عند نفس الأشخاص الذين اغتبتهم عنده، لكي تصحح من خطأك. قال قتادة: عذاب القبر ثلثه من الغيبة وثلثه من النميمة، فإذا تخلصت من الغيبة والنميمة فقد تخلصت من ثلثي عذاب القبر. أسأل الله أن يحفظ ألسنتنا، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. آمين، والحمد لله رب العالمين.